سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه تاع العجينه المورقه اللي نحتاجو فيها كيلو تاع فرينه، 500 غرام تاع مارغرين تاع التوريق، خل وزيت وملح. بالنسبه للخل نحتاجو 2 مغارف، والزيت 6 مغارف، والملح ملعقه صغيره حوالي 12 غرام. كما راكم تشوفون نخلطوا 2 كيسان تاع ماء بارد مع الخل والزيت اللي كنا درناهم، خل وزيت وملح، ونلمو بالفرينه. يعني نديرو كيلو كامل تاع الفرينه ونشوفوا شحال نزيدو ماء، يعني قادرين نزيدو حتى كاس ماء. انا ضروري ندير الطريقه العاديه اللي يديروا فيها الفرينه، يعني المكونات الجافه، من بعد نديروا لها الزيت والخل ونلموها بالماء. بصح هذه المره كي درت الماء والخل والزيت وخلطتهم مليح من قبل، من بعد باش زدت لهم الفرينه ولميتها بالماء كما قلت لكم يبقى لكم شويه ماء. هذه الطريقه تخلي لكم العجينه تجي رطبه وتجي مريحه من عندهم، يعني ما تحتاجوش تريحوا هذاك الوقت اللي يعني ماشي هذيك العجينه اللي تعييكم في الحل تاعها، تنحل بالخف وما تعييكمش. انا هذه الملاحظه اللي لاحظتها حبيت نفيدكم بها. وبالنسبه يعني مانيش جايه نعلم فيكم العجينه المورقه، على بالي كامله يديروها، وكاينه في بزاف وصفات، بزاف قنوات في اليوتيوب دايرينها. انا حبيت برك نشارككم بالطريقه تاعي، وثاني نعطيكم شويه نصائح باش طيبوها، لانه دائما يقولوا لكم الطريقه تاع كيفاش ديروها، لكن الطريقه تاع طيابها ما يقولوها لكمش. بالنسبه لزبده التوريق كما قلت لكم تقدروا تسكرفجوها، ولا تقدروا تقطعوها، ولا تفتحوها بالحلال، يعني حتى تولي شكلها مستطيل. كل واحد يدير الطريقه اللي تناسبه. بعدها كما شفتوا غلقت عليها وبديت نفتح في العجينه، نفتحوها نرقوها على قد ما نقدروا، من بعد نبداو نطويو فيها. الطريقه تاع الطيره باينه، يعني كما شفتوا نوصلوا للنص، نطويها من 2 جوايح، من بعد نعاود نطويها على 2. ها هي راهي الطريقه راهي باينه كما شفتوا، جبت جهه منا وجهه منا وزدت طويتها على 2، ومن بعد هذيك الجهه اللي مفتوحه نجيبها ليا، يعني ندورها ليا. هذه دائما ديروها 3 مرات هذه الخطوه. انا راني عاودت لكم باش تشوفوا الطريقه كما راكم تشوفوا. من بعد ما نكونوا طويناها 3 مرات بهذيك الطريقه، يعني تور دوبلي، التاليه نديرو تور نورمال اللي هو بهذه الطريقه، يعني نروحوا للنص ونعاودوا نطويو عليها. يعني الطريقه واضحه، مانيش عارفه كيفاش نشرحها لكم، اما راني مخليت لكم الصوره تعبر عن نفسها. من بعد هنا قصصتها لكم في الوسط باش تشوفوا كيفاش خرجت. بالنسبه لطريقه الطياب، اول حاجه لازم نركزوا عليها باش نتحصلوا على نتيجه مليحه، اللي هي لازم نخشنوا العجينه، ماشي كيما البيتزا العاديه ولا كيما اي عجينه عاديه، لازم تكون الضعف تاعها كيما كنتم تشوفوا السمك يكون هكا. من بعد بالنسبه لطريقه الطياب في الفوغ، لازم تسخنوه على اعلى درجه وتدخلوها يكون سخون حوالي 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، كل واحده على حساب الفوغ تاعها. كي تنتفخ لكم وتشوفوا الورقات طلعوا وتشوفوها طابت من تحت، نقصوا لها على أخفض درجة عندكم وخلوها تطيب لمدة نص ساعة، قادرة تدي لكم حتى 45 دقيقة. يعني خلوها تطيب مليح من الداخل، راح تتحصلوا على نتيجة بزاف هايلة. من بعد يبقى لكم غير تحمروها من الفوق. وحاجه واحده اخرى ثاني انا نسيتها من قبل، نورمالمون نقولها لكم من قبيله، قبل ما تديروا العجينه تاعكم يعني في السنيوه، قبل ما كي تكونوا شكلتوا الملاحات تاعكم، قبل ما ديروهم في السنيوه اللي حطيبوا فيها في الفوق، ادهنوها بشويه ماء هكا باش تلصق العجينه فيها في هذيك السنيوه وتطلع لكم مليح. وكما انا درت راني جربت لكم ميني بيتزا، ماذا بكم ما ديروش فوقها لاصوص قبل ما تطيبوها، بعد ما تطيب وقبل ما تحمروها من الفوق ديروا لها لاصوص، من بعد ديروها تتحمر. كانوا هذو هما الحاجات المهمه اللي نسحقوهم باش تجينا العجينه المورقه مليحه ونتحصلوا على نتيجه هايله ونتيجه ترضينا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر، ويعطيكم الصحه وصحه رمضانكم.